قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل. ساكم فنون. وصفتنا اليوم هي واحد الكيكه ديال الخوخ، كتجي كتحمق معلكه وسهله في التحضير ديالها. دابا بحد الوقت ديال الخوخ ما تنساوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. غير جربوها راه ما تندموش، راه اكثر من رائعه، خفيفه بزاف ومعلكه. بسم الله على بركه الله. كنحتاجوا اما 3 البيضات كبار، انا كان عندي البيض الصغير درت 4 بحراره المطبخ ضروري، كاس ديال سنيده، شويه الملحه، وغنطلعهم مزيان بالباتور بهذه الطريقه هذه. صافي اين فوا غيطلع لينا البيض والسكر، غنزيد كاس ديال الزيت بشويه بشويه. اللي عجبته الوصفه يطرحها لي على با خويا وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وشافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب يا كريم في هذه العواشر. غنزيدوا 1 كاس الحليب بحراره المطبخ، غنزيدوا دانون 2 كيسان ديال دانون ديال الخوخ، فاني، كاس ونص ديال الدقيق ما يعادل 200 غرام ديال الدقيق، 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. صافي وغنخلطوهم بهذه الطريقه. انا كلشي درتو في الباتور. صافي انا ديجا وجدت المول، دهنته ودرت عليه الدقيق. صافي ودرت فيه الكيك ديالنا. انا ديجا درت الفران يسخن. صافي وقطعت الخوخ، ضروري الخوخ يكون مطيب، ماشي داك الخوخ اللي قاصح. صافي غنستفوا بهذه الطريقه. صافي غنستفوا كامل وغنديرو يطيب بالصحه والراحه. جربوه وردوا عليا الخبر.